مثل ما تعرفون، الموت حق وكل احنا بيوم من الأيام راح نموت، البشر والحيوانات وكل شي تقريبا. اكو شاعر يقول: من لم يمت بالسيف مات بغيري، تعددت الأسباب والموت واحد، لكن اكو بعض النهايات أو الموتات مؤلمة جدا، مجرد التفكير بها يخلي بدنك يقشعر. اليوم جبت لكم قصة عن واحدة من أبشع الميتات والمؤلمة جدا. بأمريكا سنة 1921 كان اكو عامل بسيط اسمه فلوريد كولينز، يشتغل بالحفريات داخل الكهوف، يبحث عن كنوز وممرات جديدة بمنطقة اسمها ساند كيف. بنهار بارد دخل فلوريد وحده للكهف الضيق، وكل شي كان تمام لحد ما صارت الكارثة. حجر كبير انزاح من مكانه ووقع على رجله. فلوريد انحبس جوا الكهف، عمقه أكثر من 15 متر، بس الغريب ما مات مباشرة، ظل حي لمدة 83 ساعة كاملة، محشور متيبس، لا يقدر يتحرك، لا ياكل لا يشرب، وكل اللي يسمعه أصوات الناس فوقه يحاولون ينقذونه وهو يهمس: لا تتركوني، لا تخلوني أموت وحدي. الجيش حاول يساعد، الناس تجمعت، الصحف كتبت عنه كل يوم، صارت قضيته حديث أمريكا كلها، بس للأسف كل محاولات إنقاذه كانت تفشل. وباليوم الرابع صوته اختفى، نزلوا يتأكدون منه ولقوه ميت، عيونه مفتوحات كأنه ظل ينتظر للنهاية. والأبشع ما قدروا يطلعوه من مكانه، وظلت جثته جوا الكهف أكثر من 60 يوم قبل ما يدفنونه.